رجعنا لكم بنشرة أخبار جديدة من سوريا واللي ما يصير فيها. غوالي قبل ما بلشر نشرة الأخبار ما اسمع تعليقات هنيا ما يقولوا منهم ما يحبوني ومنهم ما يحبوا لهجتي. بالله لهجتي هذه كنتم متعودين عليها ومنكم ما تكرهوها لما كانت غصب عنكم، هيك يا فلذلك رح نبلش بأبرز العناوين. وغوالي سيادة الرئيس أحمد الشرع ما يستقبلوا للرئيس الأوكراني زيلينسكي. خروج مظاهرات عنيفة كبيرة جدا ومهاجمة للسفارة الفرنسية السفارة الإماراتية في دمشق، وخروج مظاهرة ضد المحافظ، وخروج مظاهرة مرة ثانية ضد السفارة الإماراتية ما يطالبوا في عصام بيضاني. بالله يا جماعة كلية ما كانوا ما يسترجوا يطلعوا أول المظاهرة على دوري، بس هلا في ظل حرية الرأي والتعبير على القوانين ما يعملوا البدنيا. بالله دولتنا لحد الآن ما تتعامل معهم بكياتي. وحرب إيران وأمريكا وإسرائيل لحد الآن ما خلصت ومنا عرفانين لوين رايحين. امريكا راحت تسقط النظام الايراني، قاموا راحوا يدوروا على عناصر اللي طبوا طيارات بايران. وسوف نتحدث عن بعض المواضيع الاخرى وغوالي، وبنفس الوقت سنناقش بعض القضايا في سوريا ومن بيناتها حريه الراي والتعبير والامن والامان الموجودين بالسويدة عنده للهجره. ومن الممكن ان يمتد هذا الفيديو وغوالي لفيديو ثاني، لانه فيتني خلص الفيديوين مع بعض لاخذ راي هالكراره كلياتن باللي ما يحصل بسوريا وجمعك اياهن كلياتن في حظيره وحده وحط قدامكي. شغل حالك بالقنيطرة يا مسخم. شروعتنا هذا الجيش ومنجيب رئيس بيملك قراره ان شاء الله. ابناء اميه انبحوا لاشوف بس يحكمك خنزير. عسيرة اللاجئين الموجودين في اوروبا ولك على الفيسبوك وما كان منتصرين. قبل ما نبلشوا لهذا الفيديو وغوالي بالله عليكم اشتركوا فيها للقناه، فعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد، وخلونا نبلش. في زيارة خاطفة قام الرئيس الأوكراني زيلينسكي بزيارة السيد الرئيس أحمد الشرع، فهو في موكب حافل كبير جدا من الدولة السورية وعلامة طائرة تركية وصل إلى الأراضي السورية، وبالله كان الاستقبال كويس جدا، عدول بشار الأسد ما حلم فيه. وتناقش الرئيسين مع وفود وزراء الخارجية من تركيا وسوريا وأوكرانيا. بالله عملوا اجتماع كويس، هذا الاجتماع مني عرفان شو بينتج عنه. وإعلاميا قالوا كليات إنه هيك كان الاجتماع حافل، وتحدثنا عن بعض الأمور التي سنتطور بها بين العلاقات الودية بين الشعبين وإعادة الإعمار والبلد، وهذا الحكي كلياته بتشوفوه على الإعلام، بس على أرض الواقع وغوالي بتشوفوا فلاديمير زيلينسكي مع الرئيس الشرع مبعوثا من طرف تركيا ما يحاولوا يشوفوا شو الوضع بسوريا بعد ما تخلص المهلة تاعه لترامب، شو بده يصير بإيران، وهل بده تتحرك إسرائيل، وهل بيكونوا كلياتهم واقفين مع بعضهم وبيطوروا لنا الشاهين تنعرف كيف نتحرك في حال إيران قررت تضربنا ونشارك بالعمل العسكري ونروح مهاتن لحزبالي ومين الحشد الشعبي في العراق. بس بنحاول نوصلكن الفكره انه سوريا ما حاجه في الموضوع عمي، بس ما تقربوا علينا ما نقرب عليكن اهو. وبن غفير الاسرائيلي الصهيوني اخو يطلع ما يحتفل باقرار قرار الاعدام بحق الفلسطينيين، قال بيقولوا انهم بيعدموا كل الاسرى الفلسطينيين. بالله هذا الحكي منه كيس. رن التلفون. احترامي سيدي كيفك؟ ايه جعفر شو حالك؟ بدنا ترخيص مظاهرة لفلسطين. طالبين ترخيص مظاهرات تضامنا مع فلسطين؟ نعم سيدي. ايه طبيعي وغالبا يعطيني الموافقة هاو اخوتنا كلياتهم نتضامن مع القضية. تمام سيدي. طبيعي جدا وحبيبي. رح نعطيهن الترخيص. تمام قول الله. خروج عدد كبير من المظاهرات في سوريا وغوالي بين درعا وحما وعدد من المحافظات السورية الأخرى، ومحاولات الوصول للحدود الفلسطينية المحتلة السورية من بعض المدنيين اللي رايحين بالشحاطات. وغالي شو حالك؟ هاي الفزعة هي شو عم بساوي؟ وغالبا تروح حالك هيك يا بالله يا ابي سيدي، يعني انت منك ريح تجاهد ومنك ريح تقاتل ومنك ريح ما تعمل شيء، بالشحاطه رايح تتحرر لفلسطين. وغالي شو حالك عندها جيوش ودبابات وتصنيف العاشر على العالم مثل مصر يعني، ومن ما يقدروا يطلقوا طلقه على اسرائيل، هلا انت بتروح تحررها بشحاطه. تخلل هذه المظاهرات رفع أعلام سوداء وبيضاء واختفاء العلم الأخضر السوري. بالله مني عرفان شو حاله. هلا أنا قتلن لهول القرارة طالعون واعطون المظاهرة والترخيص، بس ما قتلن يعملوا هذه الحركات مع بعض الشعارات التي تمنح الرعب في قلوب الإسرائيليين وما يقولون خيبر خيبر يا يهود. خيبر خيبر يا يهود. جيش محمد سوف يعود. جيش محمد سوف يعود. جيش محمد سوف يعود. بالله دقيقة ما يرن التلفون. احترامي سيدي. شو هلا مشوفوا اسماء بالمظاهرات؟ شو؟ مين سمح لك تعطيهم ترخيص؟ اعطيناهن الترخيص، ما هيك بدكن هنتو يوقفوا مع القضية. ولك مو عم نتفاوض مع اسرائيل؟ منفوضة لإسرائيل. انا هم اتفاق امني. اتفاق أمني؟
انعم يا فهمان. طب أنا شو بساوي هلق بهذه الحالة؟ إن وقفت معين بيقولوا لي إنه أنا متضامن، ماشي. وإن وقفت ضدهم بيقولوا أنا متصهين. بالله ماني عرفان شو يعمل وشيدة. ما بيهمني الهاجي كله، حركم جو الآن بدون ما تأثر التفاوض. تمام، بنحرك الجو العام. ماشي. ماشي، من تحت السيطرة. سرعة. بأمره. الله معك. تمام. لكنا كنا هلا البهد لواء غوالي قال شو مفاوضات أمنية مع إسرائيل مستمرة، فلذلك أفدنا نعمل عدم استقرار أمني في المنطقة، فهذا الموضوع بيهيج المشاعر الإسرائيلية وبيخليهم يخافوا يتكركبوا. شو هذا وغالي؟ علم حماس، علم حماس رفعوا بدمشق وحطت لي كتائب القسام. وغالي هذا الحكي كلياتنا من قلين يعطيكن العافية في بلادك بفلسطين المحتلة ما يحاولوا يحرروا فيها. هذا قرار مصيري للشعب الفلسطيني، بندعمها للقضية الفلسطينية بكل وضوح. وغوالي أبا نخبه لهذا الشيء، وبشار الأسد كان بيدعمن عن طريق إيران وغوالي، ونحن بنعرفوا لهذا الموضوع، وهن دعموه بطريقة أو بأخرى وبشكل أو بآخر، مثل ما يقول حمزي مصطفى. الو شو حالك وجعفر؟ شوف يا سيدي، قلت لك تضامن مع القضية. إيه صحيح. بتروح بتطلع لي العناصر بتقلن غزة 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 لا شعار. نوصل رسالة إننا شو مع حالكن ولو ما نقلكن اتفاق امني مع اسرائيل اللي عم في عيونكن. شو حاش انتم بدكم ما تفهموا؟ شو هتفهم سيدي؟ اللي عم هنا كيف بطبق القانون هنيا. أنت بس أمو. بحاول حل الامور امنيه مع اسرائيل، ترجع الجولان. بالله الجولان بترجع. صح يا سيدي. تنرجع القنيطرة وبعض مناطق جبل الشيخ، كمان جبل الشيخ بيرجع. صح يا سيدي. ما نرجع بعض الامور اللي عم في عيونكن، بنحاول نخليني يبطلوا خروقات في سوريا وتدخل على الاراضي. نيجوا نحن سيدي. بنوصل لاتفاق هيك. يا بكي شو بتسووا انتو؟ بتشعلوا ولا انه؟ شو بنساوي سيدي؟ ابي يصير وغالي. أمرك سيدي. حلوا والعمل في اختل هذه العلقة. أمرا. حاجة دي من ما يفهموا علي. غوالي نحن كشعب سوري جميل جدا ننزعج بشكل كبير جدا بسبب الاعتداءات الحاصلة على السفارة الفرنسية، عفوا السفارة الإماراتية في سوريا من بعض المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية. وغوالي اعطيناكن الترخيص تروحوا تتظاهروا، بس ما تروحوا تهاجموا السفارات وحبيبي. تظاهر حق ديمقراطي، ما تطلع تتظاهر وتبرر انه انت غضبان. افي عنا مشكلة وغالي، بس بتطلع تهاجم وتكسر وتضرب، هذا تعدي على حقوق الدولة وغالي. حقك تعبر عن رأيك بس ما حقك تهاجم وغالي. وغالي انزل من على السفارة، انزل ارحم ابونا، انزلي اللي عن ابو ام العلقة معكم بالله تعالى عن نفس ولا جعفر كيف اعطاكن الامر بهذا العمل. إذا كنتم تتقوون علينا بقوة أمريكا فنحن نتقوى عليكم بقوة الله. وانت طلع لي قدام السفارة الأمريكية وما تقول لي حماس والقسام وغالي شو حاله؟ ما تحاول تورجي الدول الأوروبية إنه حماس والقسام موجودين بسوريا؟ بالله كانوا واقفين بيصفوا للغالب وحافظ، بس هلا أبدنا نحكي بهذا الموضوع دعما للقضية الفلسطينية وغوالي، بس هذا الحكي مرفوض جملة وتفصيلا. يا عبد الله يا ابن السيف، الله لا يرحم السيف. ايش باللي جابك؟ لشو ما تسبوا للملك عبد الله ولا ما تسب الملك حسين كمان؟ الو احترامي سيدي. ولا جعفر اللي عم في عيونك شو حالكن ولو؟ خير سيدي. انا قلت لكن يتظاهروا دعما للقضيه الفلسطينيه، ما يسبوا لي بن زايد ويسبوا لي عبد الله ويسبوا لي اياه السيسي. مين هدول سيدي؟ في دوله في قانون بنطبق القانون ولا؟ امرك سيدي. لا ما في عيونك شحاش انتو؟ من حلم ابو سيدي. ما تبرر لي. حاضر. هاول كرارك كلياتهم بتضبوا فيي نوع. هلا مش هحط لك اياها كلمه. ماني ما اقبل هذا الكلام جمله وتفصيلا. ما نتعامل مع الفورة. لا عم في يمكن ما يشحشكي. امرك. يا سيسي يا ابن الكلب، من قال لك تجي على الحرب؟ وهذا الغالي ما يسبوا للسيسي. شو حالك ولا هنا؟ شو حالك؟ قال بدك تحرق حالك. باذن الله مثل ما قلنا على المسجد امي مكبرين، حنفوت على المسجد الاقصى محررين، وان اردتم اعدام الاخوه فاحرقونا بالاول. تكبير الله اكبر تكبير. هنا بالله هذا الحكي ما انه ما يزبط معي ها، ما دائما معكن واقف معكن جمله وتفصيلا ويعطيكن التراخيص تتظاهروا بتطلعوا تعملوا هذه الحركات، ابى يمشي معي هذا الحكي. اوكي. وفي مظاهرة أخرى خرجت أمام السفارة الألمانية، عفوا السفارة الإماراتية، بالله مني عرفان لشو ما خربت بالسفارة. خرجت مظاهرة جميلة جدا وراقية تحمل بعض الأعلام الخضراء ويطالبون بالقيادة في جيش الإسلام المعتقل بالإمارات عصام بويضاني. الناس متجمعة هنا أمام سفارة الإمارات العربية المتحدة بأعداد كبيرة،
تهتف للحرية للقائد عصام بويضاني. عصام بويضاني كان مسافر واغوالي ونزل بالامارات الترانزيت، قاموا ضبوا فيه وحطوه بالسجن، قال لانه بشار الاسد رافع فيه بطاقه بحث عن طريق الانتربول الدولي. سياده الرئيس احمد الشريع شو ما شفتوا معك من لما رجعت من الامارات مثل ما شفتوا لرفيقك هذا المصري؟ بلا يا بتخبرني. No, God, please, no! No! الو احترامي سيدي. ولا جعفر اسمع. نعم سيدي. بالمنطقم الجبار والذي يلون حياتك كليتها بالاسود. امرك سيدي. حماية السفارات واجب وطني، بتصدروا قرار مباشر حاليا وبتحطوا حماية حول السفارات كلياتها فورا سيدي ينفذ. أبدي تبريرات بالمرة ولا كر. بأمرك سيدي. عم فا يمكن هنا فارسكن لهنيكي. نعم. تدافعوا عن هذه السفارات التي تعتبر أراضي إماراتية ولا. بأمرك. العلم اللي بيرتفع فوق مكان هذا بيسمى من أرض البلد ولا. أولم ينفذ فورا. على السريع وابني. أمرك. بسرعة وغالي. وفي ضوء التطورات الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية وغوالي، الأمريكان بعثوا طيارة يقصفوا فيها مناطق إيران، بس على ما يبدو أنه الدفاعات الجوية الإيرانية بلشت تشتغل بدعم روسي صيني وغوالي. هذا الموضوع منه يطلع من فراغ، طبيعي جدا الحرب المستمرة لمدة شهر وتكلفتها على أمريكا وصلت إلى 38 مليار دولار. بالله يا الأخو لو عيتيني إياها هنا تصير زنقي. 38 مليار دولار قيمة هذه العملية العسكرية اللي فقدت فيها أمريكا طيارة. قبل ذلك أكد مسؤول أمريكي لرويترز سقوط مقاتلة أمريكية في إيران، مشيرا إلى عملية بحث وأنقاذ. قام صار في عندهم فريقين وبعتوا فريق الثالث تيدور على الفريقين، ولقوا فريق من الفريقين وإسا في فريق ما لقوه. كما شوهدت مروحيات أمريكية وطائرات تزود بالوقود وهي تمشط مناطق واسعة خلال عمليات البحث. واحد من الطيارين بالله حد هذه اللحظة من ما يلقوه، وعملية عسكرية وكوموندوس ودخول في الأراضي الإيرانية، وقال شو انتصرنا. أمريكا تحولت وغوالي من إسقاط نظام الملالي بإيران لتبعت بعثات تدور على عناصر اللي ما تفقدن بإيران. في هيك عملية عسكرية وغوالي. وهذا المتحدث الإيراني قال إنه عملية إنقاذ الجنود وصلت إلى فشل ذريع. در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود. ودمروا لهم طياره، وبالله ماني عرفان اذا دمروا لهم طياره ولا طيارتين، ولكن على ما يبدو انه بعض الايرانيين بلشوا يتعلموها للانجليزي من الخوف وغوالي. بالعادي العالم بتزرزب تحتها لما بتخاف، بس هلق الايرانيين صاروا ما يقولوا شت 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 لما بيخافوا، وبالمقابل صاروا الغوالي ما يطلعوا البواريد وحتى بواريد الصيد وما يضربوا فيها على الهليكوبترات والبلاك هوك اللي جايه تحاول تنقذ البعثات اللي فقدوها في ايران. وماني عرفان شو ما يحاولوا يساووا هاو الجماعه، ولكن بالنهايه على ما يبدو النداء الى ابو الفضل العباس بيحل لنا هذه المشكله. يا ابا الفضل. ويتراقص جنود الإيرانيين والمدنيين الإيرانيين على جثث الطائرات الأمريكية التي وقعت في إيران. وبالله هذا الكلام بيعجبني بشكل جميل، لأنه هاو الجماعة بيفقدوا للطيارة من هنيا والإيرانيين كيفين من هنيا، وإن شاء الله اثنيناتهم بيتبوا بعد من هنيا. الو احترام سيدي. شو حالك وجعفر؟ رجعتوا لقلبي اليوم ولا؟ بدنا نفس مظاهرة بائعين متجولين. ترخيص مظاهرة؟ نعم سيدي. بائعين متجولين؟ نعم سيدي. لشو بيتظاهروا هاو كمان؟ منعونا البسطات. سكروا لنا البازارة؟ نعم سيدي، منعونا البسطات. وغالي ما يقوموا يهجموا على السفارة الفرنسية هلا، عفوا الإماراتية هلا كمان ما ناقصنا هون. سترين الوضع. أبي يهجموا على حدا؟ لا تاكل سيدي. تمام بيتظاهروا لأنه غيروا لي محلاتي. نعم سيدي. تمام وغالي، يلا اعطوني الرخصة تشوف. أمرك سيدي. تحت اسم بدنا ناكل بدنا نعيش طلعوا مظاهرة وتوجهوا إلى مكتب محافظ دمشق ويطالبون بحل هذه المعضلة والمشكلة التي يواجهونها مع الدولة السورية. ويتقول لهم الدولة السورية بالله ماني عرفاني شو ساوي كمان. ما نحاول نعمل الشام زيني، ما نبعد البسطات، ما نفتح شوارع، ما نحاول نحد من أزمة العشقة والزحمة، لأنكم ما تحطوا بضاعتكم بأماكن غير مخصصة للبيع وما نعملكم أماكن تتبيعوا فيها. بيطلعوا بيتظاهروا، بس المشكلة مو بها التظاهر وغوالي. المشكلة إنه إخواتي جماعتنا بشار الأسد ما يطلعوا يدافعوا عن هذه المظاهرات. وحيد يشبك أخو لما كان يغطي له لنظام الأسد ويشوف إجرامه بحق المدنيين هو محاولة تطهير البلد، هلا صار يشوف المدنيين ميتين من الجوع بسبب حكومة الدولة. العم الإعلام اللي وصلت له هنت ولا جحش. ونصل إلى محافظة السويداء وغوالي محافظة الأمن والأمان بقيادة الهجري. قال شو ريح بعت معتقله لمدير التربية والتعليم في محافظة السويداء لأنه ما يختلف معه، عنده توجهات بسيطة مدير التربية والتعليم.
لكن على ما يبدو انه الهجري مستوى حرية التعبير عنده مرتفع جدا، فقاموا شالوه للزلمة وطقوا رصاص بنص المدينة وشحطوه وشبروه للغالي انه يقدم استقالته بالتراضي وغالي بالتراضي من ما يضغطوا عليه. هو عند حرية التعبير عالية ومرتفعة جدا اكثر من ايام اسد. اوسخ من كده مفيش. في مطار دمشق وغوالي انتشر مقطع فيديو لولد صغير ما يسوق لسيارة في قلب المطار، وفرحان ابوه فيه لدرجة انه ما يصوره بالفيديو هو ما يعبر شباك الشرطة. عزيزي الشرطي بالله ماني عرفان شو قلك، بس بكل دول العالم ممنوع الواحد يسوق سيارة تحت 18 سنة، وبهذه الحالة ما ياكل مخالفة بتوصل لآلاف من الدولارات، وفي بعض الدول بتنشحت شهادتك وبتنحط بالحبس والسيارة بتنحجز. عندنا بسوريا هذا الحكي بيعملوه بالأراضي الزراعية، يعني ما يخلون يسوقوه للتراكتور من ما يهددوا حياة الآخرين. وحبيبي ما تسوقوه للطفل وما تصوروه وما تحطوه على الانترنت وهند فرحان ما تحيش بوا شرطي. اعلنت اسرائيل تهديد المعبر المصنع بين سوريا ولبنان، وقالت انها بتقصفه بالله ب3 دقائق. مضى الحدا في قلبه للمعبر وقال لي جماعه من لبنان هربوا. قال شو ما يتم دعم عمليات لحزبالي من هذا المعبر. اللي جابكن وباللي جاب حزبالي بالله ما عندنا مصلحه ندعمه، ما نخلي المعبر معبر للمدنيين تيهربوا من قصفكن على لبنان. باللي جابكن ما مصر تغرق بالظلام. قال شو عندن توفير للطاقة، ما يطفوا الكهرباء الساعة 9 المساء. لشو؟ قال ما عندن كهرباء، تيسكروا كل المحلات والقهاوي والمطاعم ويطفوا الكهرباء على الساعة 9 المساء. إجراء احترازي حفاظا على الكهرباء والطاقة لمدة شهر بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بلحق. وغوالي بالله انا ماني عرفان شو حالي وهاو جماعه تركوا كل الدنيا ولحقوا لسوريا. قال سوريا ما تقوم بتنظيم الطاقه النظيفه لانه ما عندها كهرباء. عمي سوريا ما عندها كهرباء هذا امر غير مختلف عليه. بس هنتو في مدينه مصر الجديده ماني عرفان شو اسمها العاصمه الاداريه، بالله الدنيا منوره هونيكي. والعالم كلياتها مكيفة على الإضاءة الموجودة هونيكي. بقى هلا تركتوها للعاصمة الإدارية مضاءة وطفيتوها للقاهرة، أبي يصير هذا الحكي. وبعدين خلي عينكن عبلتكن وغالي شو بدكن بالدول الأخرى. اجمد كده ولا لا بص ما تعيطش. ولهن يا وغوالي بالله يكون وصلت لكم لنهاية هذا الفيديو. ترقبوا الفيديو القادم عن الكرارة وردة فعلي عنه، لأن هذا الفيديو صار طويل كثير وأبلحق يكونوا اثنين مع بعضين. وإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تحطوه لللايك، اشتركوا فيه للقناة وفعلوا زر الجرس. كان معك الغالب وحيدر شوية اللي حلقته لصاحبه للقناة. نلقاكم بفيديو منه لسمير متينة. سلام وغوالي.